سلام سلام. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم الطريقه ديالي كيفاش كنحضر بولفاف اللي هي الشحمه والكبده. كتجي طريقه خطيره. نبداو على بركه الله. كناخذوا الكبده كنقطعوها على شكل شرائح، ما كنخليوهاش غليظه باش كنتحكموا في الطياب ديالها. كنكون قبل شعلت الفخار ديالي صافي، وكنديها كنشويها. السر ديال الكبده ديالنا ولا بولفاف ديالنا باش يجي نفتي ورطب، اننا الكبده ديالنا ما كنطيبوهاش بزاف، كنخليوها تقريبا كنديروا لها نص طيبه وكنفوتوا على نص طيبه بواحد شويه. يعني فاش كنشويوها كيبقى فيها واحد شويه ديال الدم. الا خليتوا الكبده ديالتنا طابت بزاف راها كتجيكم ناشفه وما كتجيش زوينه. احسن طريقه باش نوجدوا الكبده ديالتنا ديال البولفاف هو اننا نديروا ليها نص طيبه ونفوتوا واحد نص طيبه بواحد شويه، يعني الكبده ديالتنا كيبقى فيها الدم باقي شويه مازال. انا غنوريكم بالتفصيل في الفيديو الطريقه كيفاش خاصها تجينا الكبده ديالتنا باش يجينا بولفاف لذيذ وهشيش. هي كتجي نكبده بحال هكا، يعني كتبان لكم من الداخل فاش كتقطعوها كتبان لكم باقا ما طابتش مزيان، يعني باقا خضره واحد شويه من الداخل. هكا كيجينا بولفاف ما تشبعوش منه. صافي كنقطعوا عاوتاني دوك الشرائح كنقطعهم هكا على شكل اعمده. من طبيعه الحال الحجم تيبقى اختياري، انا ما كنديرهمش كبار ما كنديرهمش صغار، كنديرهم موين. انا هاد الفيديو ان شاء الله غندير لكم بالتفصيل، بالتفصيل الممل. يعني يعني حيت كاين بزاف ديال السيدات ما كيعرفوش يصوبوا هاد الكبده والشحمه، يعني الاغلبيه كيكونوا الرجال هما اللي كيتكلفوا بهم. صافي من بعد غادي ندوز نقطع الشحمه ديالي، كندورها بحال هكا ومن بعد عاد كنقطعها. الفيديو راني غاديه لكم بشويه بشويه. صافي ومن بعد كناخذوا الشحمه هكا وكندوروا القياس اللي دورنا على ديك الكبده. صافي وكنقطعوا كنديرها بحال هكا ونحاولوا نجيبوا التقطيعه لتحت تحت وندوروها القياس باش فاش كنخشيو هذيك الكبده ديالتنا مع الشحمه في القطيب ما تبقاش ديك الشحمه هكا كتلعب لينا. يعني هاش كيما كتشوفوا في الفيديو كندوروا، والتقطيعه خاص تكون دور الشحمه واحد شويه، يعني القياس اللي غنخشيو فيها القطيب ودينا مرتبه في القطيب. حتى فاش كنكونوا كنشويو فيها ما تجيناش ديك الشحمه هكا يعني شايطه على القطيب وكتشعلنا فيها العافيه. كنظن واقيلا فهمتوني، ما عرفتش واش شرحت لكم مزيان ولا لا. صافي وكنبقى على غادا على هذا الشكل حتى كنكمل الكميه كامله اللي عندي. راني غادا بشويه بشويه باش حتى اللي غيصوبوا اول مره تجي الطريقه واضحه وباينه. صافي من بعد ما غادي نكمل الكميه كامله اللي عندي غادي ناخذ القطبان، غادي نحاول نركب الكبده ديالتي في القطبان على هذا الشكل كما كنت شرحت لكم قبيله. كنحاول نزير النهايه ديال الاخر ديال الشحمه ديالي، هي اللي كندخلها في القطيب، يعني باش تجي ثابته ومثبته في القطيب. يعني فاش كنكونوا كنشويو فيها ما تكونش شايطه لينا وكتشد لينا في العافيه وكدير لنا داك الدخان وكتعلنا العافيه، والقطبان ديالنا كيجي شي طيب شي ما طايبش. ما كيجوش طيبين مقادين بهذه الطريقه بحال هكا كتجي الكبده ديالتنا مثبته في القطيب. هادشي اللي كنت كنشرح لكم قبيله. المهم كتجي بحال هكا. المهم انا كندير 5 في القطيب، وكل واحد كيدير على القياس اللي بغا. كاين اللي كيدير 4 كاين اللي كيدير 6 على حسب. القطيب ديالي كيجيني بحال هكذا، كيجيني مرتب ومستف. والطريقه باش دخلت كيف ما قلت لكم كيفاش دخلت الكبده ديالتي مع الشحمه كتجي زوينه وكتجي منظمه. وحتى في الشوا ديالهم فاش كنشويهم على الفاخر كيجيو زوينين، كيطيبوا طياب واحد لانهم كيجيو غاديين حجم واحد. صافي غنبقى بحال هكا حتى نكمل القطبان ديالي كاملين وغادي نستفهم في الشوايه. قبل ما كنستفهم في الشوايه كنرشوهم بشي ديال الملحه. انا عاد كندير لهم الملح
الكمون ما كنديروش حتى كيطيبوا، عاد كندير لهم الكمون باش ما يتحرقش ليا. الكمون كنظن انه غادي يتحرق مع العافيه. كنرشوه غير بالملحه مزيان، من طبيعه الحال الملحه على حسب الذوق. كاين اللي ما كيديرش الملحه قبل حتى كيتشوى وعاد كيدير الملحه، المهم كيبقى اختياري. انايا ستفتهم في الشوايه صافي. من بعد كناخذ المجمر، خاص تكون العافيه بحال هكا، ما تكونش العافيه هكا مهيجه صافي. وكنبقى نش عليهم، كناخذ واحد النشاشه وكنبقى نش على هذوك القطبان ديالي، وكنبقى نقلب فيهم باش ما تشعلش فيهم العافيه صافي. وكنبقى نش هما كيتشواو وانا كنش عليهم. وإلا العافيه تهيجت العافيه كنحاولوا نرشوه بشي ديال الماء، ولكن ما كنرشوش الماء فوق القطبان ديالنا. كنحيدوا القطبان ديالنا عاد كنرشوا العافيه ديالنا بالماء. شرحت لكم بالتفصيل الممل. واخا غيجي الفيديو شويه طويل، باش حتى اللي ما كتزعمش انها تعمل هذا النوع ديال القطبان ديال الشحمه والكبده انها تزعم عليهم وما تخافش، راه غيجيو هالدادين بهذه الطريقه. راه القطبان ديال بولفاف ديال الشحمه والكبده ما تشبعوش منهم، راه كيجيو ولدادين بزاف. طريقه الكبده باش شويناها في الاول، والطريقه باش غنشوفها دابا مع الشحمه كتجي خطيره. تبعوا غير الفيديو كيف ما شرحت لكم، راه غادي الطريقه غادي تعجبكم. علاش كنديروا الكبده ديالتنا في الاول انها ما طيباش مزيان؟ لان فاش كنديروها مع الشحمه كنخليو الشحمه انها طيب مزيان. يعني الشحمه كتجينا اللون ديالها كيجينا مذهب، كيجينا احمر، وكتكون طيبه الشحمه مزيان. يعني القياس اللي كتكون الشحمه انها كنطيبوها مزيان مع الكبده ديالتنا انها في الاول اننا ما طيبناش مزيان، كيجي الطياب هو هذاك. يعني كيجي الطياب معتدل، وكتجي الكبده ديالتنا في الطياب هي هذيك، والشحمه هي هذيك، والمذاق ما نعاود لكمش كيفاش كيجي. والكبده ديالتنا كتجي هشيشه من الداخل وكتجينا رطبه وبلا تعقيدات بلا حتى شي حاجه. خاصنا غير نطبقوا، خاصنا غير نتحكموا في الطياب ديال الكبده في الاول، والطياب كيفاش غادي نشوفوه نشوفوها مع الشحمه. وكما كتلاحظوا انتما الطريقه باش استفت القطبان ديالي كيفاش استفت الكبده ديالتي في القطبان، ما جاني ما تشعلت لا عافيه لا حتى شي حاجه. الدخان عادي كيكون مع الشحمه، كيكون الدخان عادي. القطبان ديالي كيجيو على هذا الشكل. عاد دابا نقدر نرشهم بالكمون، كنعاود عاوتاني نرشهم بالملح. والملح والكمون كيبقى على حسب الذوق، يعني كتبقى اختياريه. القطبان ديالنا كيجيو على هذا الشكل، تجي الشحمه طايبه مزيان، والكبده كيف ما كتلاحظوا حتى هي كتكون طايبه. القطبان ديالي انا قدمتهم مع مخمار ضروري. الا ما كانش مخمار مع القطبان ما كاين حتى شي حاجه. وسلطه ماروكان مطيشه، الفلفله، البصله، كتجي مع المشويات كتجي زوينه بزاف. كنتمنى تعجبكم لا فيديو ديالي وتستافدوا منها وخير شويه. ولا عجبكم المحتوى ديالي كنتمنى انكم تدعموني بلايك بارطاج لتعم الفائده. وصلنا للنهايه ديال الفيديو، كنقول لكم السلام عليكم ومرحبا بكم في قناه وصفه بطريقتي. وعيدكم مبارك سعيد، ولا يدخل عليكم بالصحه والسلامه.